يا نهار اسود، يا نهار اسود، يخرب بيت. السلام عليكم ورحمة الله. النيابة العامة المصرية تصدم لاعب الأهلي المصري حسين الشحات بقرار مفاجئ ينصف المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد اعتداء الشحات عليه بالضرب، ومحامي الشحات يستنجد بالشعب المغربي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تتفق بأن حسين الشحات يستحق أقصى عقوبة بسبب اعتدائه السافر على اللاعب المغربي محمد الشيبي وحتى يكون عبرة لغيره، فيرجى الإعجاب بالفيديو وتعطير فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. النيابة العامة المصرية أصدرت قرار مفاجئ للجميع منذ قليل باستدعاء حسين الشحات لاعب الأهلي المصري لاستجوابه، وذلك بعدما تقدم محمد الشيبي لاعب بيراميدز بأدلة دامغة للنيابة العامة المصرية، والتي باشرت التحقيقات وتوصلت لاعتداء حسين الشحات على لاعب بيراميدز محمد الشيبي بالضرب على الوجه بدون أي مبرر. فيما أعلن محامي محمد الشيبي اليوم أنه لو تم إدانة اللاعب المصري حسين الشحات فسوف تصدر المحكمة حكما عليه بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ، ومن المقرر أن يصل حسين الشحات للنيابة العامة المصرية للمثول أمامها لاستجوابه بعد غد، وسيكون محمد الشيبي متواجد بالنيابة. فيما أدلى اللاعب المصري حسين الشحات بتصريحات للإذاعة المصرية منذ قليل وقال: أعتذر للاعب محمد الشيبي ولكل الشعب المغربي، فأنا أخطأت عندما اعتديت عليه بالضرب، فليسامحني الشعب المغربي على ما فعلت. بعيدا عن الشحات اللي يستحق أقصى عقوبة، لكن إحنا كشعب مصري ومغربي سنظل أحباب ولن يفرقنا أي شيء، نحن شعب واحد، فهذه لقطات فردية وأفعال لا نحبها جميعا. وفي النهاية، إذا كنت تتفق بأن حسين الشحات يستحق توقيع أقصى عقوبة حتى يكون عبرة لغيره، فيرجى الإعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.